لما اكون مشطبه مطبخي ومجهزه كل حاجتي ومروقه كل حاجتي، وده يوم اجازتي من المطبخ وناويه اقضيه النواشف كده، وابص الاقي جوزي بيتصل بيا ويقول لي انا جاي في الطريق ومعايا كمان ضيف، فلازم تعملي اكل كويس. في الوقت ده بقى عقارب الساعه وقفت معايا خالص ومش عارفه اعمل ايه. اللحوم مش هتلحق تستوي، وكمان الاسماك مفيش عندي سمك، وكمان الوقت عدى الساعه دلوقتي 3 العصر. اعمل ايه بقى؟ فقمت كده جبت يعني 3 بصلات كده حلوين، وبدات ان انا افرمهم في الكبه زي ما انتم شايفين كده، فرم وسط. تمام كده تمام. ومعايا كمان كده يعني فلفل اخضر، كمان ربع حبه من الفلفل الاصفر، وربع حبايه من الفلفل الاحمر. هم دول اللي كانوا عندي دلوقتي في التلاجة. وبدات ان انا اقطعهم بالطريقه اللي انتم شايفينها قدامكم دي، مكعبات صغيره جدا. تمام كده تمام. عاوزه اقول لكم ان في اليوم ده كمان ما كانش عندي فراخ، يعني لو كان عندي فراخ كانت ممكن تساعدتني شويه، بس اليوم ده هو نهايه الاسبوع عندي بشطب فيه المطبخ، وبكون ناويه كده ان انا، او بكون اليوم ده دايما عندي نواشف. تمام. بعد ما عملت فلفل اخضر فلفل اصفر فلفل احمر، جبت جزرايه كمان وبشرتها. كان عندي بقى قطعتين من البانيه، يعني او 3 قطع بصراحه، وزي ما انتم شايفين كانوا لسه متلجين. بدات ان انا اقطعهم مكعبات ونزلتهم في الكبه كده، وقلت ان انا هفرمهم. طبعا انا حتى لو حمرتهم ما كانوش هينفعوا معايا خالص، فقلت خلاص انا هفرمهم واعملهم بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها معايا النهارده دي. جبت بقى طاسه على النار ونزلت فيها بمعلقتين 2 من الزيت، وكمان معلقه واحده من السمنه. وطيب زي ما انتوا شايفين ان انا مستعجله جدا، بدات ان انا انزل كده بالبصل اللي انا فرمته فرم خشن زي ما انتوا شايفين، وهقلب لغايه بقى ما البصل بتاعي يجي معايا يعني يدبل معايا كده، مش عاوزاه يغير لون ولا اي حاجه. تمام كده تمام. بعد كده هبدأ انزل بقى ب 3 قطع البانيه اللي انا فرمتهم. طبعا المفرمه بتطلعهم معاكي كده يعني ايه، طري خالص، مش مخرص كده زي اللحمه يعني المفرومه ولا كده. تمام. وبدات ان انا بقى ايه انزل بيه على البصل، بس بسيف المعلقه كده اعمليه كده عشان يخرز معاكي. بعد كده بدات ان انا اضيف التوابل اللي هي كمون وسبع بهارات وفلفل اسود والملح، وكمان ايه نص معلقه من البابريكا، واقلب اقلب برده. وطول ما انت بتقلبي برده اشتغلي بسيف المعلقه كده عشان تخرز معاكي وتديكي يعني كميه اكتر. تمام كده تمام. خلاص كده الفراخ عملت معايا، هبدأ ان انا انزل بقى بالفلفل اللي انا عملته، وكمان الجزر نزلت بكل الخضار اللي انا عملته، وممكن تضيفي كمان حبة طماطم لو انت حابة. وقلبت كل ده مع بعض كويس جدا. بعد كده بقت يعني خلاص كده بقت جاهزة معايا. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا ما خدتش معايا سوا، يعني هو كله كده حوالي كان 12 او 13 دقيقه من اول ما نزلت بالبصل. معايا هنا حله على النار، ضفت فيها كده معلقه واحده من الزيت، وكمان نص معلقه من الملح، ونزلت بكيس واحد من المكرونه. وبعد كده هسلق المكرونه، ومعايا هنا 4 كوبايات من الحليب في حله تانية، وهضيف عليهم بقى 4 معالق من الدقيق، او هما كانوا 5 كوبايات من الحليب، وضفت عليهم 5 معالق من الدقيق. المهم ان كل معلقه واحده معلقه، كل كوبايه حليب معلقه واحده من الدقيق. وضفت كمان كده ذره الملح بتاعتي عشان تظبط معايا الطعم، ورفعتهم على النار، وضفت معلقه واحده من السمنه. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا بعمل كده بشاميل على البارد. البشاميل على البارد ده تحفه يا بنات. مش والله بجد بجد احنا طول عمرنا واحنا كنا بنعمل البشاميل تقيل وعام، ويعني بصوا كان بيخلي يعني المكرونه بتاعتنا تقيله قوي. انما اللي على البارد ده تحفه. اول حاجه مش بتضيفي له غير معلقه واحده بس من السمن، وبيطلع معاكي كريمي وطعمه حلو، وبجد بجد انا حبيته اكتر من اللي احنا بنحمر فيه دقيق بكتير. وبعد كده خلاص دخل في سوا، وضفت كده معلقتين 2 من الجبنه الموتزاريلا عشان يتطعم معايا بس. ضفت بقى يعني كمان فلفل اسود. وبصراحه البشاميل ده عاوز فلفل ابيض، فان شاء الله ان شاء الله هجيب من عند العطار فلفل ابيض عشان يكون متوفر عندي كل ما اعمل البشاميل. خلاص كده سيبته يغلي حوالي دقيقتين او 3 لغايه ما يستوي معايا حلو. وبعد كده هنزل في البايركس بتاعي وابدا ان انا اعمل صينيه المكرونه دي. انا عارفه ان صينيه المكرونه البشاميل لازم تتعمل ب يعني لحمه مفرومه، بس والله يعني هقول لكم ايه، انا ظروفي جت كده،
فما فيش في الطبخ قواعد. عاوزه اقول لكم ان كمان الحشوه قليله والخضار فيها اكتر من الفراخ، بس هو ده اللي كان متوفر عندي لان ده نهايه اسبوع بالنسبه لي. وبصبح تاني يوم اجيب بقى حاجتي كلها وحاجاتي ولحومي وفراخي وحاجتي، واليوم ده دايما بيكون عندي نواشف. فهعمل ايه؟ وجه عليا ضيف بقى، يعني ما ينفعش ان انا اقدم له نواشف، لازم على الاقل مع النواشف دي يكون قدامه على الاكل حاجه تانية. زي ما انتم شايفين ضفت كده يعني الحشوة، وكمان ضفت بقية كمية المكرونة، وهنزل بقى بقية كمية البشاميل. حتى البشاميل اللي كان بصوا مطلع بخار بطريقة مش عادية، يعني نازل دلوقتي حالا من على النار، علشان بقى يعني اديله شكل حلو. يعني الحمد لله كان عندي شويه من الزيتون بعد ما عملت الجبنه الموتزاريلا كده، بدأت ان انا اديله يعني وش كده زي وش البيتزا بالظبط. هعمل ايه؟ ما هو الاكل قليل قوي، ويعني حابه ان انا ازينه باي زينه. تمام. فعملت شويه كده من الزيتون، وبصراحه كان مديله طعم حلو جدا. دلوقتي بقى دخلتها الفرن، اخدت معايا في الفرن بالظبط يعني حوالي 17 دقيقة. انا بصراحة كنت معلية عليها من تحت ومن فوق علشان مستعجلة، وعشان كمان جوزي كان دخل خلاص. طلعتها كده وهي لسه سخنة، وعاوزة اقول لكم ان هي ما شاء الله كانت الى حد كبير ان هي طالعة قطعة كده. وكمان كده شايفين كل حاجة كانت مستوية، وكمان المكرونة شابة